السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معنا في البودكاست اللي هو في الاصل ديالكم. اليوم ان شاء الله معنا شيماء اللي غادي تبارطاجي معكم، تعرفكم هي بعدا شكون هي التعريف ديالها، تبارطاجي معكم يعني داكشي اللي غادي يخصكم نتوما وهذا الشيء كامل باش نبقاو في المقوله ديالنا دير الخير على مرق ساعه. السلام عليكم، معكم شيماء البحسيني، لاعبة كرة القدم في الديار الألمانية، حاصلة على الإجازة في القانون الخاص بالإضافة للدبلوم ديال تصميم الأزياء في المغرب، وقريت اللغة الألمانية في المغرب. عادي نكمل المسار الدراسي والرياضي هنايا في الديار الألمانية. عمري 24 عام و سيتو. فوالا شيماء، كيفاش جاتك الفكره؟ انت كما قلتي انت كتلعبي كره ديجا في المغرب، ماشي حتى جيتي هنا باش بديتي كتلعبيها، وانما كيفاش جاتك الفكره يعني تقراي اللغه الالمانيه، وكيفاش جاتك الفكره انك تجي المانيا؟ علاش ماشي فرنسا ولا ايطاليا بحكم اللغه كتكون سهله شويه؟ اول حاجه ملي كنت في المغرب دائما كنفكر انني نكمل المسار الرياضي ديالي في الديار الالمانيه، بحكم انني كنت متبعه الدوري الالماني وبزاف ديال الحاجات، وكنت كنشوف بلي كاين فرص كبيره هنا. لهذا انا كنشوف المفتاح الاول باش انك تكمل في المسار الرياضي ديالك هنايا هي اللغه الالمانيه. كتفتح لك ابواب بزاف، حيت ملي قريت اللغه الالمانيه صافي بقيت كنتواصل مع فراقي، كنهضر معاهم، كنسترد لهم لي بنصلاف يا في الجيميل، يا كندخل كنشوف في انستغرام الفراقي اللي كاينين هنا، ولا كنفتش في جوجل وبزاف الحاجات، كنلقى بلي كاين فرص كبيره، كاين فراقي بزاف اللي طالبين لاعبات ولا لاعبين يعني جميع الاجناس. كنقول علاش زعما حتى انا متاحليش فرصه في الديار الالمانيه. صافي من بعد تواصلت مع بزاف الفراقي، كاينين اللي جاوبوا بزاف ديال الفراقي ملي كنت في المغرب. في المغرب وانا في المغرب ملي كنت في المغرب، خصيصا في الفتره اللي ديجا لقيت فيها فيغ باش نكمل الدراسه ديالي هنايا. يعني بزاف تواصلوا معايا انني غندوز تيست معاهم، غير واحد النقطه كياكدوا عليها انك تكون هنايا في الديار الالمانيه. صعيب الحال انك يجيبوك من المغرب مباشره في الكره بوحديتها. يعني انا ديجا كنت كنهضر معاهم كنقول لهم بلي انا جايه من المانيا، يعني حيت انا عارفه راسي بلي غنجي من المانيا. كنت ديجا خديت الفيغ ديالي، مقدر الامور ديالي، وكنت كنلعب في المغرب. انا كنت في القسم الوطني الاول العام اللي فات مع الزاك، وكنت معاهم وكنتواصل مع الفراقي وكنقول لهم راه انا جايه من المانيا. ماشي هذا عصفورين بحجر من الاول كنهضر بها الكل كمزيان داكشي. وكنت كنلعب ماتشات ديالي وكل شيء، وكنقول لهم راه قربت، راه هذه حيت عرفت التوقيت اللي كنت غنجي فيه. بزاف تواصلوا معايا وبزاف عطاوني فرص انني نجي وندوز لي تيست معاهم. فوالا دونك شيماء، انت اول حاجه درتي باش تجي، يعني كانت عندك الهدف ديالك هو انك تجي تكملي المسار ديال الكره ديالك هنايا، قلتي خاصني نلقى واحد الطريق باش نوصل لالمانيا، دونك مشيتي اول حاجه خديتي خطوه مشيتي قريتي اللغه الالمانيه. باش كان عندك في بالك انك من بعد ما تسالي تاخذ هذاك النيفو ديالك البي 1 ولا بي 2 تفعيل على اساس اوسبيلدر، هادشي اللي درتي ياك؟ وبالنسبه للغه كيف جاتك في الاول ديالها في التعامل ديال اللغه؟ او ماي جاد. صراحه بالنسبه للغه هي اصعب خطوه في الطريق ديال الالمانيه كامله، حيت قبل ما كتبدا اللغه ديجا حنا عندنا واحد المفهوم داير في المجال ديال الالمانيه، ولا كنقولوا بلي الالمانيه صعيبه، وبزاف كيدخلوا هذه الكلمه لراسهم قبل ما يجربوا المعنى ديال اللغه ولا يقراو اللغه اصلا ولا يعرفوا شنو فيها ولا كيفاش هي باش تقدر انك تمشي فيها. انا دخلت بهذا المفهوم ديال ان اللغه صعيبه، ودائما كنقرا جوج حاجه كنقول او ماي جاد فيمس عام وشويه كان خصني نزيد نفكر مع راسي شنو اللي باغا انا. حيت النهار اللي كتحط الهدف ديالك بانك صافي راك باغا واحد الطريق، يعني كتخدم عليها وما كتبقاش تفكر باللي اللغه صعيبه، كتفكر باللي اللغه هي واحد الساروت اللي غيفتح لك بزاف ديال الابواب في مجالات مختلفه. صافي مشيت بديت كنقرا، وصلت حتى لبي 1، لقيت راسي يعني ساليت الاتفاي وغنقرا بي 1، لقيت راسي داكشي اللي قريت كاين والو. فهمت بلي اصلا اللغه صعيبه. ديك المفهوم اللي كتعلم بوز ولا لا، راه قريت حتى البي 1 ولقيت ان اللغه ديالي ماشي في النيفو اللي انا واصله كنقراه. فهمتي يعني ماشي الديفو ديال السونتر اللي قريت فيه ولا شي حاجه، الديفو كان فيه انا، حيت انا ما عطيتش اللغه وقتها، وهذا الميساج. ودخلت بهذاك المفهوم ديال ان اللغه صعيبه وبقات عندي ديك اللغه صعيبه. من بعد خديت واحد القرار اللي غير لي حياتي صراحه. قلت شيماء فين ماشيه، يعني واش انا بصح باغا هاد اللغه
واش بصح انا كنفكر في هذاك الهدف ديالي ديال انني، حيت الهدف ديالي الاسمى والاول هي انني نلعب كره هنا في ديال الالمانيه. وحتى المسار الدراسي ديالي، حيت انا واخا كنلعب الكره لا في المغرب ولا هنا، دائما محافظه على قرايتي، حيت كنشوف القرايه يعني ما يمكنش تخلى عليها. انا ما كنامنش بجوج. كيقول لك في المغرب كيقول لك يا تخسر الكره يا قرايه، انا ما كنامنش بهذا الشيء. دائما القرايه والكره كيمشيو مع بعضياتهم. صافي ديك الساعات جلست مع راسي. حتى السونتر اللي قريت فيه صراحه ساعدني بزاف، شكرا بزاف دوجي سكون من هاد الناحيه ديال طنجه. جلس معايا استاذ قال لي هضر معايا، قال لي شني باغا بالضبط، شني زعما واش باغا هاد اللغه ولا غير درتيها وصافي ولا شني باغا. جلست معاه هضر معايا صراحه، استاذ محمد جلس معايا هضر معايا صراحه. صافي من بعد قريت نيشان وكان داروا لي تخفيض حيت عاودت عندهم وكانوا ساعدوني بزاف. صافي جلست وقريت حتى خديت بي 1 ديالي من عندهم في الصوت وصافي وكمل الله جيت نكمل هنا الدراسه ديالي. كانوا بزاف ديال الميساجات اللي غادي يكونوا الاخوان. يعني اول حاجه الاخوان ما تحطش في راسك بان اللغه راه الالمانيه صعيبه، هي باش نكونوا واقعيين راه اي حاجه كتزاد عليك انت جديده بحكم ما بنادم كيفوت 18 عام ولا 20 عام كيبغي يتعلم واحد السكيل جديده ولا واحد اللغه جديده ولا اي حاجه جديده غادي تجيك صعيب. دونك ما تاخذهاش انت بداك المفهوم لا راه اللغه صعيبه ودير بلوكاج راسك. صافي دير خذ الهدف ديالك، علاش انت باغي تتعلم ديك اللغه الالمانيه، باغي تمشي لالمانيا. دونك باغي تمشي لالمانيا دير اوتوماتيكمون باش تمشي لالمانيا خاصني باش نتواصل، باش غادي تواصل باللغه الالمانيه. خذها بحال هكا وتوكل على الله وسير. حتى حاجه صعيبه، اي حاجه كتبغيك تعطيها وقتها. تقرا في المدرسه زائد تكمل في الدار، لان داكشي ديال المدرسه ياك ما كافيش، ضروري خاص الواحد يكمل في الدار. كاينين بزاف دابا ديال البرامج تبارك الله، بزاف ديال التطبيقات اللي يقدر الواحد يدخل يبقى يدير شبريشن، يقدر يدير مثلا الافكار ديالو. المهم كاين بزاف ديال لي ميثود اللي بارطاجينهم معكم غادي تلقاهم في الكومونتير الناس اللي باغا تتعلم اللغه الالمانيه وداكشي. بالنسبه لشيماء دونك هي قرات البي 1 ديالها وكان عندها الهدف هو انها تجي لالمانيا تلعب كره، و ميم طون كانت كتقلب على فتحه ديال التكوين المهني. ضروري، حيت بالنسبه لي انا ديال التكوين المهني هي اسهل طريق كاينه حاليا باش تجي من المغرب المانيا. كاينه ستوديوم ولكن ستوديوم راه ما يقدروش عليها الشباب ديال المغرب الا من رحم ربي. واش قادر تبلوكي 12 مليون؟ تمام راه صعيب الحال. يعني حنايا كطبقه وسطى ولا تحت الصفر ولا بزاف، حيت حنا نفس النيفو. انا كنشوف بزاف ديال الشباب يعني اسهل طريقه اللي غادي لينا هي ديال التكوين المهني. والتكوين المهني كيكون ديجا عندك واحد لابورس في الشهر كتجيك اللي كتقدر تعيش بها هنايا، يعني تكري بها تاكل بها تعقد بها امورك مزيانه، انك نفس الوقت كتقرا نفس الوقت كتخلص عايش مزيان اش بغيتي. فهمتي؟ من بعد ملي كتسالي راه كيتاحوا لك واحد الفرص اللي ما يمكنش. وزائد مثلا انا في الدومين ديال الرياضه حاليا يعني كنجبر داكشي مزيان، كنقرا عندي الوقت كنمشي نتريني، وحتى انهم كيساعدوني بزاف في التكوين ديالي. انا حاليا انا في الاول ما كنتش قلت لهم بلي انا كنلعب كره، حتى دخلت الشافه ديالي جات عندي وهي تقول لي قالت لي شيماء، قلت لها قالت لي بيستو فوسباش بلا غير لا باس. منين جبتي الخبر؟ منين جبت الخبر؟ ميمكنش. قالت لي راه طبيت سميتك في انستغرام وراه طلعت لي لاباج ديالو اللي كتلعبي الكره وراه كنتي بروميير سيري ديال المغرب. قلت لها وي. قالت لي زعما علاش ما قلت لي؟ قالت لي بالعكس، قالت لي راه حنا عاد تقول لنا باش انا نشوف البلان ديالي نعطيك الوقت ديالك اللي كتريني فيه. راه فريمون صراحه صدمتني ديال بصح. من بعد قلت لها راه انا ساهشني واشني. قالت لي باش ما مفرقه اللعيبات صارت لها البلان ديال لونطرينمون ديالي ودابا عدلت لي استعمال الزمان على حساب لونطرينمون اللي عندي. يعني فريمون هما كيامنوا بهادشي ديال الرياضه، كيامنوا بهادشي اللي هوبي اللعيبات كاملين وكيدعموا بزاف. هذه نقطة زوينة صراحة. يعني بزاف ديال الإخوان اللي ولا الأخوات اللي غادي يكونوا جايين للبلاد هذا، سواء يكون كيلعب الكرة كيدير ناطاسيون كيدير أي رياضة عنده شي موهبة، حاول تشوف كيفاش هذيك الموهبة ديالك حتى هي تدخلها ليهم باش هما يقدروا يساعدوك. لأن كما كتعرفوا الواحد فاش كيكون جاي جديد هنا، لغة جديدة كلتور جديده، ما كتعرفش البيبان اللي غادي تمشي تدق هنايا. ما كاينش هذيك اللعبه لا عمي خالي خالتي، هنا كاين راسي يا راسي ياك ولا راسي صراحه. دونك الا لقيتي جاتك شي فرصه فين تسول فين تبين هذوك المهارات ديالك بينهم، دوي معاهم. انا كندير هادي في الوقت الفراغ، كندير هادي كندير هادي، ونقدر هما يكونوا يشوفوا يعني كيفاش يقدروا يساعدوا وتمشي الامور كامل. داكشي صراحه كاينه. خص الواحد غير
كما قلت ما يبقاش ساكت، باس ساكت ما الواحد يبقاش يدوي. ساكت، يدوي 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 يدوي، حيت النهار اللي كدوي وكتقول شنو عندك كيساعدوك بزاف. وحتى في الكره انا جبرت واحد يعني الكره كتساعدني بزاف حاليا، حيت جيت انا باقا جديده، يعني عندي 4 شهور دابا هنايا. هذاك ستريس ديال الخدمه، ستريس ديال اول مره ما عرفاش بزاف ديال الناس، كنمشي الكره كنسافروا من مدينه لمدينه، كنجبر ايكيب كامل. تخيل انت 13 14 وحده كتلعب معاك، يعني واخا كتبغي تهرب من هذاك انك تبقى بوحديتك، هذاك ستريس، هذاك العباد ديال الحياه، لا كيقول لك اجي، فهمتي؟ كيوفروا لك الجو كيوفروا لك نتايا. الجو بزاف د الحاجات. وديجا عاوتاني كانوا سولوني شنو كندير، واش محتاجه شي حاجه، يعني فريمون كيعاونوك حتى من هاد الناحيه. وعاد دائما كيكون عندنا ماتشات نهار الأحد، ما كيكونش مثلا في التوقيت اللي مختلف، حتى الا كان كيكون عندنا اغلبيه لونطرينمون ديالي انا مع الفرقه الحاليه كتكون في العشيه، يعني ديجا كنكون ساليت قرايتي، ولا حتى الا كان عندي شبيتشيش ديجا هذاك الشركه اللي فيها ديجا عاملين لي توقيت خواوه لي على قبل الكره. يعني بغيت بصراحه خص الواحد يخدم، كاين فرص بزاف هنا. هنا غادي نجيو واحد النقطه اللي بزاف كيسولوا عليها الدراري اللي لانك صراحه في المغرب عندنا حنا الدراري بزاف هما اللي مولوعين بالكره مع المقارنه مع الناس زمان. بزاف ديال الاخوان كيقول خويا انا كنلعب كره، بغيت نجي نلعب كره. اول حاجه قدم لي النصيحه، اول حاجه منين يجي الواحد دونك خاصو بعدا كيجي على اساس كما قلت لكم شيماء صعيب باش تجيب الكره ديريكت من المغرب، خاصك تجي على اساس مثلا ستوديو او لا اوسبيلدون او لا خدمه، وديك الساعه ملي كتجي هنايا ديك الساعه كيتاحوا عليك الفرص. شنو هو خاصو يمشي للنوادي هوايا ويسولهم، يصيفط لهم دي زيميل كيفاش يقلب عليهم. اول حاجه ملي كيكون واحد في المغرب انا النصيحه ديالي ما توقفش لونطرينمون ديالك، يعني لونطرينمون ما يمكنش توقفها. يا كنتي عاد ولا عاد تجي ولا شي حاجه كنتي مع شي ايكيب شي بروفيسيونيل ماشي بروفيسيونيل في الهواس اي قسم في المغرب، لونطرينمون ما خصهاش توقف، حيت فريمون النيفو هنايا زايد بزاف على المغرب. خصيصا في الدراري راه عندهم اقسام بزاف هنا، راه عندهم الاقسام يعني بزاف على مقارنه بالبنات. والنيفو طالع. خصيت انا دابا جيت فريمون الفيزيك عندهم واعر بزاف، ولونطرينمون ديالو مثلا جوج سوايع ولا ساعه ونص راه بنادم ما كيعليش فيك عينو. اولا في المغرب كيدور مدرب يدور يضحك مع صاحبه، ولا هي تضحك مع صاحبها، ما كايناش. انا داكشي بجديه بغا يتريني الراس وصافي بزاف. راه تخيل انا من جيت صافي في الاول صراحه كنت مع جيت مع داكشي شي شهر، ماشي يقول شهر اللي ما ترينيتش فيه، كنشوف السفل راه صافي تخنقت وحق الله الا كنت ولكن من بعد صافي وليت مزيان. النصيحه اللي غنقول لهم امنوا براسكم، اول حاجه خدموا ومشيو تقراو، حيت القرايه هي الباب اللي غتفتح لكم بزاف الحاجات. بزاف في المغرب كيقول لك انا باغي نوصل في الكره، وفي القرايه شنو غدير فيها في حياتك؟ النهار اللي غتهرس ولا غتجي فيك شي ضربه شنو غدير؟ هذاك الكره عنده واحد المده في الحياه، والكره ما كتعطيش كلشي. يعني ضروري خصك دير دائما واحد الحل الثاني في حياتك. ومن النهار اللي تمشيو تقرروا انكم تقراو اللغه ولا تجيو لهنا، اول حاجه كاينه واحد التطبيق ديال فوسبال.de ديال الكره هنا في المانيا. كتدخل فيه كتشوف الاقسام اللي كاينين كاملين ديال الدراري وكاينين ديال البنات، كتمشي كتشوف الفرق اللي كاينين، كتجبر اي فرقه بغيتي، كتشوف البلاصه اللي غتجي فيها بعدا، واش غتجي في الشمال ديال المانيا، الجنوب، المدينه، اللعيبات، اي البلاصه اللي غتجي لينا ديك الساعات كتشوف الفراقي اللي كاينين في هذيك البلاصه. من بعد ملي كتدخل هذوك الفراقي كتجبر الكونتاكت ديالو، كاينه كونتاكت ديال جيميل، كتجبر توقيت، كاينه هما القضيه اللي زوينه فيهم عندهم حتى توقيت لونطرينمون، بلاصه لونطرينمون كيكتبوها تما، ولا كتاخذ السميه ديالك كطبيها في انستغرام، حيت هنايا الفراقي كاملين عندهم باج في انستغرام، وفي باج ديال انستغرام كتلقى عندهم توقيت لونطرينمون، كتلقى عندهم الجيميل، كتلقى عندهم الكونتاكت اللي تقدر تواصل معاهم. اول خطوه غدير غتمشي غتكتب لهم واحد النص مزيون بالالمانيه باش فهمتي دير لهم موتيفاسيون. كنتي عارف راسك غتجي غتقول لهم راه غنجي، كنتي هنايا راه كتقول لهم هنايا صافي، كتكتب له في الجيميل، تقدر تتصل بهم. وثالث حاجه غتوز السبرديله ديالك دائما، بوينتوز ديالك، الشورت الشاكيطه ديالك غدير لهم في المحفظه ديالك، وغتمشي عندهم غتمشي لونطرينمون كيتواصلوا. هذه الحاجه زوينه فيهم في الوقت لونطرينمون، حيت الاغلبيه كيكونوش الفرقه فهمتي كتجي ماشي بحال المغرب كيكون عندهم السونط كيبقاو تما، كيكون غير الوقت لونطرينمون صافي كيمشيو بحالهم كيجيو فئات اخرين. يعني هذاك التوقيت لونطرينمون خصك تمشي عنده كتهضر معاه. بحال هذا الحاليه اللي وقع لي مع الفرقه اللي حاليا فيها
انا كنت واصلت مع بزاف ديال الفراقي وديجا تواصلوا معايا بزاف ديال الفراقي وديجا دوزت تيستات، ولكن المشكل اللي وقع لي هو ديال البعد هنا في المانيا، ديال البعد بزاف، انني ما نقدرش نسالي قرايتي نشوف جوج ساعات ديال الطريق ونسالي لونطرينمون ونرجع بجوج ساعات ولا ساعه ونص. ساعه ونص كتجيني بعيده، يعني بحكم انك ما يبقالكش الوقت اللي تركز فيه على قرايتك وماشي دائما كيكون عندك الوقت. صافي تواصلت معاه بزاف، وهاد الفرقه ما كنتش تواصلت معاها في انستغرام ولا في جيميل صراحه. صافي ملي جيت بقيت كنشوف طلع لي الكونتاكت ديالها. صافي كنت ديجا كنعرف واحد الدري هنايا في المانيا في الدومين ديال الكور. صرت له قلت له هادي واش كتعرف هاد الفرقه؟ قال لي راه ديجا راها قريبه ليك. وصافي ديك الساعه مشيت شفت التوقيت ديالو، مشيت عندهم النيت، مشيت عندهم كان عندهم لونطرينمون، ديت بوينتوس ديالي حتى الحوايج لونطرينمون كنت هزاهم معاها. ما عرفتش راه سالاني عن التريني، ولكن بوينتوس ما عرفتش خاشيه في المحفظه ديالي. بوينتوس هو كوداس طنجة بوينتوس هو الكوداس. صافي ديك الساعات وكنت عندي القرايه، ساليت مدرسه من المدرسه مشيت. صافي مشيت جبرت واحد الفئه ديال الدراري الصغار كيترينوا، عندهم واحد المدرب فرنساوي وكيهضر بالفرنسي وكيهضر بالالمانيه. وفي الاول انا ما شفتش الالمانيه ما كنت كتبغي تخرج لي، انا كنت انني نتواصل بها مع الناس كنت كتجيني شويه صعيبه بحال اللي كنحشم ما عرفت. صافي وهذا الشيء شحال عندي شهر ما بقيتش ديالي. صافي مشيت ديك الساعات مشيت قلت له عشني راه كنلعب، راه ديجا كنت كنلعب في بروميير سيري ديال المغرب، هادي بغيت ندوز تيست. قال لي واش كنت كتلعب في المغرب وهادي؟ قلت له قال لي راه كتهضري زعما بالالمانيه مزيان. قلت له واخا هكاك راه زعما كنحترم هادي بزاف الحاجات. قال لي واش كتهضري فرونسي؟ كنا كنهضر شويه فرونسي. صافي من بعد صونا على حيت عندهم بنت مسؤوله ديال الفريق الاول ديال البنات. صافي ديك الساعه تواصلت معايا، جات ديك الساعه جات وموراها كانت عندهم لونطرينمون ديال البنات وترينيت معاهم. ديك الساعه عطاتني حوايج كلشي ترينيت. صافي من بعد قبلوني وبقيت معاهم. داكور تبارك الله. شكرا. دونك اللي غادي نفهموا من هادشي كامل هو بنادم خاصو يكون طموح وشغوف بهداك الشيء اللي بغا يوصل ليه، حيت الا ما كنتيش عندك واحد الهدف اللي باغي توصل ليه واخا ينفعك بنادم. لكن بزاف عاوتاني ديال الاخوان اللي كيسمع كيبدي مثلا باغي يلعب كره غير حيت شاف هو داك اللعابه ديال الكره عندهم فلوس وعايشين حياه مزيانه، كيبغي حتى هو ياخذ هذيك القدوه ديالك ويقول لك اوكي انا بغيت نولي ميسور نولي النحال. وانما لما كانت عندك انت هذيك الموهبه فيك وكتبغي هذاك الدومين راه ما غاديش تمشي فيه وغادي هما غادي يشوفوها فيكم. كاين ولا لا؟ بزاف، وخصيصا انا في الاول راه انت اللي كتخسر من عندك اكثر ما كتربح من الفرق. نعم. حيت باش تكون جوور راه صعيب بزاف، حيت اول حاجه كتكون الماكله، كيكون سيستيم ديال فوقاش تنعس فوقاش تفيق، والسيستيم ديال القرايه ودلونطرينمون. راك باش كتجي راه مكيبقاش عندك حاجه وحده في حياتك اللي كنقولوا الاوس بيلدونغ ولا ستوديوم ولا شي حاجه، كتولي عندك حتى الكوره. وهنا النيفو زايد كما قلت باش انك تولي في حالهم. انا ما كنامنش في حالهم، كتامن ديما الواحد خصو يكون حسن ويكون يعني واحد الشخصيه ديالو هو يفرض راسو. يعني كتولي تخسر اكثر، يعني كتولي تخلص مثلا كوتش بيرسونيل باش تولي بغي يموت تشوف هذاك النقاط ديال الضعف اللي عندك نتينا ويوليو فحال نقاط القوه ديالك، وهذوك نقاط القوه تزيد تخدم عليهم ويوليو عاوتاني بيرفكت. ثاني حاجه كتولي الماكله ديالك ماشي انا ما ناكل اي حاجه، الوقت ديال الناس ما كتوليش حر في حياتي. بس كتخلص غاليه صراحه. كتشوف مثلا نسينا صحاباتك كيخرجوا كيدوروا كيسافروا، نتينا ما تقدرش تسافر حيت هذوك الفلوس ديال السفر كتزيدوا في لونطرينمون، كيولي عندك لاصال. خصيصا ان ملي كتكون الفرقه كيكون ديجا لاصال كتمشي على حساب الفرقه، مي باش ما كتكون الفرقه بعيده ولا شي حاجه خصك تخلص لاصال في المدينه اللي فيها انت. زائد الماكله ما تاكلش اي حاجه بطبيعه الحال، وزائد خصك دير معارف في الكره. تبارك شي بزاف ديال الاخوان دابا كيقول اخويا الاكتئاب. دابا تصور معايا كيفاش عندك عاي كتقرا اللغه كدير الاوس بيلدون كتمشي لاصال ميسكيلاسيون كتزيد تلعب كره، هذاك الوقت فين غادي تفكر انت ديال الاكتئاب؟ راه ما تيبقاش لك اصلا، ياك ولا لا؟ انا بنادم تيجي هو اصلا عنده واحد كيمشي سميتو الشركه ولا كيمشي مثلا البيرو في شغل كيدير الاوس بيلدون، دونك كيسالي هذاك الوقت كيجي كيريح في الدار يبقى يسكرولي نورمال. اخويا غادي يجيك الكآبه وغادي تكتئب. خرج اخويا اكتشف، سير تريني، سير تجمع مع الناس، تعرف على ناس، خرج شوف وتشوف. هاد النقطة مهمة بزاف، خصيصا صاحبوا الالمان. يعني يا بنات يا دراري ديروا اصدقاء
المانيين بعدوا، ماشي بعدوا يعني حنايا الجدر ديالنا ما نساوهش، طبيعة الحال. العرب ديالنا خوتنا وبزاف د الحاجات، ولكن من الاحسن الواحد باش كيكون هادشا خاصو يكتشف المونطاليتي اللي كاينه. تمام. يعني كيعاونوا بزاف، كيكون احسن الفرص. مثلا يوقع لك شي مشكل هنايا في شي حاجه ديال الالمان، كتجبر الناس عندهم التجربه في الحياه هنا ديجا فاهمين بزاف، يقدروا يعاونوك. في الكره بزاف د الحاجات راه بغيمو صراحه ديروا علاقات، حيت العلاقات مهمه في الحياه في اي مجال. وامنوا براسكم وخدموا، حيت الخدمه ما يمكنش انك توصل في هذه الحياه بلا ما تخدم. راه ما كاينش الموهب، ما هاد النقطه بزاف يعتقدوني الموهبه كاينه ولكن لا ما خدمتيش عليها راه ما يمكنش توصل بالموهبه بوحديتها. الا راه كما كتشوف يعني الموهبه تعطات لشي وحدين في هذه الحياه كامله، وهذاك الوحدين كيكون عندهم حتى الظهر في شي حاجات باش انهم كيوصلوا بالموهبه بوحديتها. انا كنامن باللي الا تعطات لك واحد الموهبه خدم عليها، طورها، رجعها كما كنقولوا حرفه. تمام. وهي اللي جينا نشوفوا صراحه اللي جوا بروفيسيونيل. يعني شكون هو اللاعب دابا اللي طوب اللي حاكم كيف ما تنقولوا؟ رونالدو. كريستيانو رونالدو الوقت ديالو كامل راه باش كيدوز خدمه ماكله وكذا، ما كيمشيش هو صافي غير عايش عنده ديك زعما ديك الموهبه كيعرف يلعب صافي راه نسى. لا ديما هو كيتريني، عنده دي كوتش ديالو، عنده منظم الحياه، دونك كتولي كتخدم هذيك الموهبه ديالك. وحتى واحد النقطه اللي نشوفها فيه فريمون بوزيتيف ديال بصح شخصيته، عنده واحد الشخصيه اللي ما يمكنش. زائد اننا شخصيا حنا ملي كنشوفوا بزاف اللي جوا البروفيسيونيل في المغرب او لا قبل ما يولي بروفيسيونيل يلا كيولي شويه يدخل ماديات صافي تيلاشي. الغرور كيقتل في الحياه. دابا بزاف كيتواصلوا معايا كيقولوا لي شيماء راه كتلعبي في الالمان، راه دخلتي الفلوس، راه درتي راه درتي انا كنقول راه عاد بديت راه بغيمو اي مرحله في حياتك راه عاد بديتي. الواحد راه ما خصوش يدخلوا هذاك الغرور ويوقع. لا شفتي كريستيانو راه عنده مال الدنيا دابا كما كنقول، واش شفتي شي نهار خرج راه افتخر هذه درت ووقف على لونطرينمون. كتشوف السيد ديما لونطرينمون بروغرام عنده، ما عندوش بروغرام في حياته، هذاك البروغرام هو اللي كيوصلك في الحياه. يعني انتينا لو كنتي هنا باش كيختلف شي حاجه باغيها وشي حاجه انت باغي ديرها غير باش تدخل بها الماديات. نهار اللي غتدخل بها الماديات غتوقف. تمام. ودونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هادشي اللي بارطاجات معكم شيماء. دابا غادي نخليو لك الكاميرا تقول لنا شنو هما النصائح اللي تبارطاجيهم مع الاخوان، شنو اللي خصهم يديروا واللي خصهم يتفاداو، هادشي كامل باش نبقاو في المقوله ديالنا دير الخير على العمر تاعنا. المهم اللي نقول لكم امنوا براسكم، خدموا. الخدمه هي السر ديال اي ناجح في الحياه في جميع الدومينات. وبالنسبه خصيصا للبنات ولا الدراري اللي في الكره اللي كيكونوا في البونتوش وكيقول لك ما تعطاتليش فرصه ولا بزاف الحاجات، اللي نقدر نقول لكم خدموا. ما يغركم حتى شي حاجه، ما تقولش انا في البونتوش ولا انا ما كنلعبش ولا انا جمهور ولا كذا حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي تكون عندكم هي انكم تخدموا على راسكم، ترينيو لونطرينمون. يا كتلعب يا ما كتلعبش، هي اي حاجه تريني، ونهار اللي تجيك الفرصه ما تضيعهاش. إذا عندكم أي تساؤل بالنسبة للناس اللي باغا حابة تجي تلعب كرة خليوه في الكومونتير إن شاء الله، راه غادي نجاوبكم سواء أنا سواء شيماء. شكرا لك على البارطاج ديالك معنا، ونتمنوا لكم التوفيق كاملين، ونتمنوا لشيماء حتى هي التوفيق في المسيرة ديالها. السلام عليكم. المهم شكرا بزاف على الدعوه ديالك وعلى هذه الفرصه اللي تحت لي باش انني نتواصل مع بزاف ديال الشباب اللي كيسردوا لي بزاف ديال الميساجات على هذا الموضوع. وكنتمنى لك التوفيق في المسار ديالك وبالتاكيد حنا هنا باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى يستافدوا بزاف حيت جميع المعلومات على الكره، بالاخص على الكره، حيت كنعتقد بلي اول وحده او المغربيه تجي تكمل الكره ديالها الديار الالمانيه هنا في المانيا. والتوفيق لجميع الشباب ديال المغرب. سلام.